يا صباح السعادة، يا صباح الهنا، يا صباح كل حاجة حلوة، يوم جديد وفيديو جديد. يا رب يكون يوم سعيد على قلب كل واحد بيشوف الفيديو. هنبتدي النهاردة إن شاء الله نعمل الغرفة بتاعة النوم بتاعتي. هتتحمسي كده وهتقومي تعملي اللي وراكي على طول، فيديو حماسي جدا. بس قبل ما نبتدي الفيديو هنصلي على حبيبنا، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد عدد ما في علم الله، صلاة دائمة بدوام ملك الله. ما تنسيش بقى تحطي اللايك، ولو لسه ما اشتركتيش طبعا تنوريني وتبقى اختي من اخواتي وتشتركي بالقناة. هنبتدي ونقول لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم، ونقوم بقى نشوف ورانا ايه على طول كده. يلا وانت بتتفرجي عليا اعملي حاجة اشربيها، او لو انت عايزة تقومي كده تشغلي التليفون بتاعك وتتفرجي عليه وتعملي مواعين او وراكي حاجة، يلا استعيني بالله وقومي. انا عملت معاكم امبارح الغرفة بتاعة الاطفال، زي ما انتوا شفتوا كانت متبهدله ازاي. النهارده بقى قلت اعمل غرفه النوم بتاعتي، برضو الولاد بقالهم كام يوم بقى بيناموا معانا في الاوضه، فعايزه اقول لكم ان هم مبهدلين لي الاوضه جدا خالص يعني. قلت لهم لا ارجعوا بقى في اوضتكم لو سمحتوا، وانا بقى همسك اوضتي دي بقى انا خلاص كنت عملت لهم اوضتهم بقى هم فرحانين بيها. قلت لهم بقى انا اعمل الاوضه بتاعتي بجد لان حاسه ان هي اتمرمطت بجد. المهم شلت الفرش اللي كان عليها وهويت البطانيه بره. انا ما عنديش طبعا بلكونه زي ما انتوا عارفين، فبحطها كده على كنبه الانتريه وافتح الشباك فبتتهوى بيدخل عليها الشمس. يعني لو اي حد زي حالاتي كده، انا طبعا نفسي ربنا يكرمني باذن الله واروح مكان اكبر ويكون في بلكونه كده. بس يعني اللي موجود دلوقتي هو دوت اللي هنستمر عليه. يعني عندك شباك حاولي ان انت تشغلي دماغك وتفتحي الدنيا كده تدخلي شمس تجددي الطاقه بتاعت بيتك. المهم دلوقتي ان انا بقى شلت الستاره عشان كان بقى لها فترة الصراحة، فقُلت لأ، يعني من بداية الشتا كده وأنا حاطاها، فشِلتها وقُلت بقى أغيّر الفرش كلّه بتاع الفرش بتاع السرير. حطيت بقى ملاية من عندي كده وحطيت الدفاية اللي أنتم شايفينها دي. بُصّوا أنا يعني الفيديوهات عليها تفاعل ضعيف أوي، أوي، فعايزة كل اللي يشوف الفيديو يدوس لايك عشان خاطر الفيديو يترفع. المهم حبيت النهارده ان انا اتكلم معاكم عن التنظيف. التنظيف بجد يا بنات ما بيخلصش ابدا، بس احنا بنحاول على قد ما نقدر. انا يعني انا ما بعرفش ان انا اقعد اقول انا هعمل. يعني كنت الاول خالص بعرف يعني بعمل الشقة مرة واحدة، فاهميني؟ يعني اضغط نفسي يوم واحد واقول عشان ابقى مرتاحة، بس كنت بضغط نفسي يوم واحد وانام طول الاسبوع عيانة. مش قادرة اقوم ولا اقعد. فاتبعت بقى يعني اتبعت دلوقتي سياسة جديدة خالص ان انا اعمل كل يوم حاجة في الشقة. يعني مثلا امبارح غرفة اولادي، اليوم غرفتي. بكرة ان شاء الله مثلا اعمل ريسبشن، وهكذا. ممكن بقى لان انت طول اليوم بتعملي طبعا، مثلا لو عملتي اوضة واحدة نضفتيها طبعا انت عندك غدا وعندك مواعين، يعني في حاجات عندك اساسية يومية فمش هينفع ان انت تلغيها. ما ينفعش اقول لا انا هنضف الأوضة ومش هاعمل مواعين، ما ينفعش، المواعين دي مهمة جدًا. المهم إن أنا لمّا ابتديت إن أنا أعمل الأوضة بتاعتي، كنت قبل ما أعمل الأوضة الصراحة أنا عملت الغدا، وقُلت عقبال ما الغدا يستوي أكون أنا خلّصت الأوضة بتاعتي، على أساس إن الدنيا تبقى معايا يعني ما اهلكش نفسي في مكان واحد وما أكونش عملت الغدا للولاد. وقُلت لمّا أخلّص غرفتي هادخل طبعًا على المواعين أخلّصها، يبقى أنا على الأقل كده عندي الأوضة بتاعة الأطفال أنا خلّصتها، عندي أوضتي نضفت خلاص، كمان الغدا جاهز ويبقى ما قدّاميش إلا شوية مواعين. وطبعًا الصالة زي ما قُلت لكم أول ما بافتح عيني لازم الصالة ديّة تتضبّط كده عشان لو حد جه على غفلة. فأصبح إن الدنيا برضه باحاول إن أنا أسيطر على الوضع إن ما تبقاش الدنيا كلّها متبهدلة، تمام؟ فلمّا أنتِ بتعملي الشقة كلّها مرّة واحدة بجد حقيقي بتهلكي نفسِك والشقة كلّها بتتبهدل والولاد كمان بيتبهدلوا معاكِ، وكمان إحنا في شتا. أنا ما رضيتش أعمل أوضتي أنا الأول ليه؟ لإني لمّا قُلت لمّا أعمل أوضتهم هُم الأول بيتفرّجوا بقى على التلفزيون، أنا قفلت عليهم الباب يتفرّجوا بقى على التلفزيون وحطيت لهم مثلًا حاجة ياكلوها أو كده، عندِك فاكهة، عندِك فشار، أي حاجة ادّيها للولاد يتلهوا فيها عقبال ما أنتِ تخلّصي اللي وراكِ. هو ده اللي أنا عملته، دخّلتهم أوضتهم وقُلت بقى أخلّص أنا كمان الأوضة بتاعتي بقى وهُم ماليين في التلفزيون، وخلّصت الغدا اللي ورايا. فالحمد لله يعني اليوم مشي زي ما أنا كنت مرتّبة له.
طبعًا كلّنا مش زي بعضنا، وكلّنا مواعيدنا مش زي بعض، وكلّنا مش معانا ولاد زي بعض، أو يعني مثلًا في أولاد كبار، في أولاد صغيّرين، في أم لسه والدة، في أم حامل، فالله يعين الكل. فطبعًا أنا مش بالزمِك إن أنتِ تعملي زيي بالضبط، بس إحنا بناخد أفكار من بعض. إن أنا مثلًا باشجّعِك، أنا قُمت النهارده اتشجّعت فعملت الغرفة بتاعة النوم بتاعتي، فأنتِ ممكن يكون أنتِ كمان كسلانة، فتشوفيني بقى فتقومي أنتِ كمان تعمليها. وبعدين بقى يا بنات أنا حابة أتكلم معاكم في نقطة أوي يعني عن الصبر. كل منا عنده حاجة، أو ممكن يكون ربنا مدّي له ابتلاء في حاجة، أو بيمتحنه في حاجة، أو بيختبره في حاجة. فالصبر ده حاجة جميلة أوي، أوي، أوي ربنا ادّاها للمؤمن عشان خاطر يعني عايز يشوف هو هيصبر والّا لأ. الصبر بقى إن كل الناس اللي حواليكِ تشوف إن أنتِ يعني في منتهى السعادة، إن كل حاجة في حياتِك متوفرة وكل حاجة كويسة، ويشوفوكِ سعيدة ويشوفوا إن أنتِ إيه ده دي يعني أنا ده باسميه كون أنتِ صابرة على ابتلاء عندِك وما حدش عارفه. وبرضه بيبقى ستر من ربنا إن ما حدش بيبقى عارف بيتِك فيه إيه أو حياتِك فيها إيه. في واحدة يعني ممكن يكون ابتلاءها في زوجها، في واحدة ابتلاءها في أولادها، في واحدة ابتلاءها في أهلها، في كل واحد ربنا مدّي له ابتلاءه بشكل يعني ربنا أعلم وهو يقدر يتحمّله. يعني إحنا ما نعرفش طبعًا إيه اللي إحنا نقدر نتحمّله أو لأ، لإن إحنا عقلنا بشري، ما يقدرش يستوعب طبعًا ربنا يعني بيدّينا الحاجات دي ليه أو بيمتحننا بالشكل ده ليه. فخلّيكِ دايمًا عندِك يقين إن بعد الصبر جبر. دايمًا ربنا بعد ما بتصبري يعني بس أهم حاجة إن وأنتِ بتصبري تبقى عندِك يقين في الله إن هو هيعوّضِك. إن لو أنتِ بتمُرّي بأي ظروف ربنا هيعوّضِك، ما تقوليش أنا أديني صابرة وخلاص. ولمّا يكون عندِك الابتلاء، مش معنى إن أنتِ عندِك ابتلاء تقعدي تحكي، لأ، عشان يتحسب لِك صبر عند ربنا لازم تسكتي وتحتسبي كل شيء أنتِ فيه عند الله. فهنستعين بالصبر وبالصلاة. يعني لو أنتِ مثلًا مقصّرة في الصلاة فحاولي إن أنتِ تصلّي وتدعي ربنا، حقيقي ما فيش يعني ونيس أحسن من ربنا. في أي حاجة عندِك الجئي لله، لإن بُصّي أنا دايمًا أقعد أقول كده، كل العقليات زي بعض، يعني البشر دماغها زي بعضها كده. يعني أنتِ هتروحي تحكي لواحدة عندِك مشكلة، ما هي عندها مشكلة هي كمان كانت نفعت نفسها، كانت حلِّت مشكلة نفسها. ما بينوبش الواحد غير لمّا بيحكي مثلًا حاجة عنده غير إن الناس بتعرف هو فيه إيه وخلاص. طَب أنتِ ربنا ستر الابتلاء اللي عندِك، ليه أنتِ بتحكيه؟ أنتِ كده ما حدش هيفيدِك. اصبري واحتسبي كل شيء عند الله. فبجد الصبر ده حاجة جميلة أوي، سيدنا يعقوب قال عليه صبر جميل. يعني لمّا ربنا ابتلاه في سيدنا يوسف ويعني ومشي، وطبعًا كلنا عارفين القصة بتاعة سيدنا يوسف. فلمّا جه صبر قال عليه صبر جميل. حقيقي في ناس من كتر ما هي صبرت حبِّت الصبر، يعني خلاص بقى صديق ليها. وفي حاجة بعد الصبر اسمها مثابرة، ودي أعلى من الصبر كمان. فربنا يا رب يرزقنا دايمًا الصبر كده، ويطيّب على قلبنا ويرفع عننا أي ابتلاء بنمُر بيه أو أي حاجة. بس خلّيكِ دايمًا صابرة، خلّيكِ دايمًا متمسكة بالله، لإن إحنا ما لناش إلا ربنا بس، يعني إحنا ما لناش أي حد تاني. فربنا يصلح حال ولادنا وبيوتنا يا رب، ربنا يصلح حال الجميع. المهم بقى أنا هنا كنت باوريكم بقى إيه وأنا بانضّف الحاجة بتاعتي وبارتّبها. الولاد شايلين الحاجات اللي فوق بتاعة الperfume، الحاجات بتاعة الspray، أي حاجة عندي فوق شايلين الغطا بتاعها ما أعرفش. كنت باوريكم دلوقتي شكلها. بُصّوا بقى أنا جِبت ضوافر، قُلت أوريها لكم، شكلها رقيق كده وشكلها حلو. يعني أنا باحب بقى التغيير كل شوية من وقت للتاني، إن أنا أحب أجيب حاجة كده، يعني مش ليل ونهار طبعًا بابقى لابسة ضوافر أو حاجة طبعًا، ومش على طول حاطة أكلادور أو كده، بس ساعات باحب أحط حنة. عارفين الحنة اللي هي بتتعمل كده للإيد وللرجل والحاجات دي، أنا باحب أعملها، لإني ساعات باكسل برضه أحط أكلادور. وطبعًا إحنا زي ما قُلت لكم قبل كده يعني بنحاول بنهتم بنفسنا بحاجات بسيطة.
فأنا باجيب الضوافر دي يعني في مناسبات، في خروجة كده، إحنا مش هارين الدنيا خروج برضه بس يعني أدينا بنجيب الحاجة لعل وعسى نخرج. بس فجِبت بقى الضوافر دي وباحط بقى إيه، بُصّوا أنا كنت عاملة حنة شكلها حلو أوي في رجلي، يعني أنا هابقى إن شاء الله بإذن الله هاعمل لكم فيديو كده إزاي تعملي الحنة في البيت، يعني الحنة بتاعة الضوافر دي عشان لو أنتِ مش عايزة تحطي أكلادور وتشيلي كل شوية عشان الصلاة وبتكسّلي، والجو برضه طبعًا اليومين دول ففي ناس كتير بتكسّل، فهاقول لِك على الحنة دي إن شاء الله باعملها حلوة أوي وبتدّي لون حلو يعني في الجسم، أنا عاملاها في رجلي مش هينفع طبعًا يعني أورّيها لكم دلوقتي، هاورّيها لكم إن شاء الله هاعملها في إيدي وهاورّيها لكم بس في فيديو تاني، وبإذن الله هاعمل فيديوهات زي ما قُلت لكم قبل كده إزاي تعتني ببشرتِك، بشكلِك برضه وأنتِ قاعدة في البيت، مهما كنتِ متجوزة بقى لِك إن شاء الله تكون بقى لِك 20 سنة متجوزة، اهتمي بشكلِك، اهتمي بضوافرِك، اهتمي بكل حاجة فيكِ، مش هاقول لِك ليل ونهار، بس على الأقل أهملتِ شوية ارجعي برضه زي أنا برضه زيكم باهمل وبارجع، وباهمل وبارجع، مش مشكلة بس يبقى عندِك حافز دايمًا إن شكلِك يبقى كويس، شعرِك يبقى كويس، ريحتِك تبقى كويسة، ضوافرِك شكلها كويس، حتى لو أنتِ مش عايزة تربّي ضوافرِك دايمًا مهتمية بيهم، الحاجات دي بتفرق جدًا، جدًا معانا في شكلنا. هنا بقى خلّصت الغرفة معاكم وقعدت أرغي معاكم كتير أوي، وصلت معاكم لنهاية الفيديو، وقولوا لي رأيكم إيه بقى بعد ما فرشت وخلّصت، خلّيتها غرفة عروسة صح؟ الغرفة كان شكلها ما شاء الله يعني جميل، وكمان أنا حطيت بقى المعطر، باحب أعطّر أوي بعد ما أخلّص الحاجة باحس بريحة نضافة كده جميلة، أنا ما مسحتش يا جماعة ولا شِلت بقية السجاد، لإن أنا كنت لسه ماسحة الأسبوع اللي فات، شِلت بس المشّاية اللي هي في الوش دي كده، عشان مطرح ما الأولاد بيدخلوا وبيخرجوا، فحسيت إن تحتيها تراب، وقُلت أعمل بالمكنسة، يعني حاولت إن أنا برضه عشان الجو برد وورايا حاجات تانية، إن أنا أخلّص اللي ورايا على طول بدون ما أهلك صحتي ولا أهلك نفسي. لو عجبِك الفيديو ما تنسيش تحطّي لايك، ولو لسه ما اشتركتيش اشتركي وتنوريني وتبقي أختي من أخواتي. دمتم في أمان الله وأشوفكم في فيديو جديد على خير.